السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. خلاص فاضل ايام بسيطه على العيد. تعالوا بسرعه نعمل النهارده معانا بعض البوديفور. انا النهارده هعمل معاكم بوديفور الفانيليا وهنشكله باشكال كتير. اول حاجه معايا كيلو دقيق. كيلو الدقيق اللي انا بستخدمه هو دقيق متعدد الاغراض خاص بنواعم العيد. يعني ايه خاص بنواعم العيد؟ يعني ندخل عند اي سوبر ماركت نقول له عايزين دقيق خاص بالعمايل الكحك او البسكوت بوديفور، هتلاقي عند ده دقيق خاص بالبوديفور او البسكوت. انا جايباه بيدي تيست حلو جدا للنواعم. كيلو الدقيق للبوديفور بيستخدم معاه 700 جرام من الزبده. زبده بدرجه حراره الغرفه، يعني مرهميه. يعني ايه مرهميه؟ يعني طريه خالص كده. يعني ايه طريه خالص خالص كده، لا هي سايحه خالص ولا هي اللي جامده. معايا كمان 200 جرام من البيض بمقدار 4 بيضات. تمام كده. طبعا 200 جرام لو احنا عملناهم على الميزان مع البيض البلدي بيطلعوا 5 بيضات. لو البيض الابيض او حبايه البيضه كبيره بيطلعوا 4 بيضات. احنا النهارده انا هنا معايا 4 بيضات بمقدار 200 جرام بيض. طبعا هنستخدم معاهم رشه فانيليا بسيطه، لان الفانيليا السايله كترها بيمرر العجينه. لكن بالنسبه لو بودر عادي مفيش اي مشكله، حطي الكميه اللي تريحك. لكن بالنسبه للسايله لا، حطي بحاجه بسيطه تدي النكهه بس. لو كترتي منها ممكن تمرر العجينه. تمام كده. نقول بسم الله. قبل ما نبدا يا ريت شير كتير للفيديو، اشتراك القناه عشان يوصل لكم كل جديد. لو الفيديو عجبكم لايك للفيديو، كومنت لطيف. لو في اي حاجه عايزين تضيفوها لي في وصفه النهارده، او اي كلمه عايزين تبعتوها لي، تمام مفيش مشكله. انا بحب اتواصل معاكم يا جماعه. اللي عنده افكار جديده ممكن يقولها لي. اللي عنده تعليق على الوصفه بتاعت النهارده اكيد انا هقبلها. احنا نتعلم مع بعض. يلا بينا نقول بسم الله ونبدا النهارده الوصفه. هنجيب الطبق بتاعنا. انا معايا هنا طبق بتاعي. اول حاجه هنعملها ان احنا هنضرب ال 700 جرام من الزبده لحد ما احس ان هو بقى كريمه. هنفضل نضربهم لحد ما تبقى كريميه معايا. طبعا انا هضيف على كيلو دقيق 200 جرام من السكر ونص معلقه صغيره بيكنج باودر. مش هنكتر في البيكنج باودر ولا هنكتر في السكر علشان البيدوفوره ما تفرش معانا. تمام. انا هنا هضرب الزبده. طبعا الزبده هتتضرب مع السكر مع 200 جرام سكر، بس انا هنا هحط السكر مع الدقيق، يعني المكونات الجافه كلها هتبقى مع بعض. وهنبدأ نضربه. نقول بسم الله. خلاص انا كده ضربته تمام. دلوقتي هنضيف عليه الاربع بيضات، 200 جرام من البيض اللي هما بمقدار 4 بيضات. تمام كده. طبعا معايا الفانيليا بتاعتي سايله فمش هحط منها كتير، هحط منها نقطتين 3 بس. وهرجع اضرب المكونات دي كلها مع بعض. انا هنا خلاص كده تمام، ضربت كل المكونات مع بعض. الزبده مع البيض مع 200 جرام من السكر. تمام كده. ما حطيتش السكر على الدقيق زي ما قلت لكم، لا خلاص انا ضربته هنا اوريدي خلاص مع الزبده. يبقى انا هنا ضربت ايه؟ ضربت الزبده وضربت السكر
بعد كده نزلت بالبيض والفانيليا. الدقيق اللي معايا انا هضيف له نص معلقه ميني بيكنج باودر، مش اكتر من كده. مش هنضيف اي حاجه تانية رافعه، مواد رافعه، علشان ما تفرش معايا الايه البيتي فورا. انا هلم العجينه دلوقتي وهجيب الدقيق دلوقتي مع بعض وهنحطه. اي نوع بكمبيوتر انت بتستخدميه تمام، مفيش مشكله، بس المهم يكون ايه انت مجربه قبل كده واثقه فيه. هتضيفي على الكيلو اللي انا هحطه ده نص معلقه من البيكنج باودر. بسم الله. احنا هننزل بالمقدار كده كله. تمام كده. انا ما بستخدمش ايدينا ولا هنعجن، احنا بس يا دوبك هنلم الايه الدقيق. مسافه ما الدقيق الاقيه معايا اختفى خلاص، هو كده تبقى عجينه البيديفور معايا تمام. هفضل اقلب كده لحد ما الدقيقه معايا تختفي. مش هجهد نفسي ولا هعمل حاجه كتيره، بس بالراحه كده لحد ما الدقيقه معايا تختفي. انا هنا خلاص كده ضربت كل العجين، شايفين الدقيق اختفى تماما وبقت عجينه كريميه اهي، شبه الكريمه، زي عجينه الزبده كده، لكنها زبده مخفوقه. شايفين؟ هو ده القوام بتاع عجينه البيوتيفور اللي انا عايزاها. دلوقتي احنا هنبدا نقطع العجينه مع بعض. اول حاجه انا معايا هنا كيس حلواني، ده كيس انا بستخدمه طبعا شفتوه قبل كده معايا. وهنا انا عندي لعبتين اهم، في النوع ده وفي النوع ده، الوردة الكبيرة دي والوردة دي. هنشوف دي هتدينا شكل ايه ودي هتدينا شكل ايه، ونبدأ نشكل مع بعض ونقول بسم الله. اهي كده نجيب الصينية بتاعتنا، تمام كده. نبدأ ناخد قطعة عجين من عجينة البيتيفور كده مع بعض، قطعة صغيرة بقطعة صغيرة علشان ما توجعش ايدينا. هي كده كده اصلا العجينة معايا كتير كريمية، يعني مش هتتعبنا. ليه؟ لان احنا ضربنا الزبدة بتاعتها كويس اهي. نبدأ نشكل مع بعض. طبعا البيتيفور بيدخل على درجة حرارة 170 على الرف الاوسط من 20 ل 25 دقيقة. تمام. احنا هنا نقول بسم الله، نبدأ نعمل كده. شايفين؟ ده كده اول شكل معانا طلع بالمنظر ده. هنكمل على المنوال ده الوردة دي، وبعد كده هنخلص وهوريكم وصلنا لايه. ممكن نعمل كمان ننزل العجينة كده كويس. ممكن كمان نعمل كده
تمام. ممكن نعمل الشكل ده. شايفين معايا؟ ممكن كمان نعمل الشكل ده. في اكتر من شكل نقدر نعمله، بس انا بفضل شكل الوردة، بيبقى احلى وصغنن كده وجميل. اهو هوريكم برضو اهو كده، من بلبلة واحدة عملنا كذا شكل، تقدروا تستخدموا الشكل اللي انتوا عايزينه. انا هروح اشكل بقية الصينية بتاعتي. انا هنا حطيت كريز، عملت مثلا هنا بندق، يعني فيكم تشكلوه بالشكل اللي انتوا حابينه، ممكن ما تحطوش حاجه خالص. وبعد التسويه نزينه بالشوكليت والمكسرات. هنعمل واحد ساده بقى علشان نزينه معاكم بعد ما نسويه ان شاء الله بانواع شوكولاته مختلفه تعال نشكل اللي بعده، يلا بينا. بسم الله. شايفين يا جماعه؟ انا بشكله بالورده اهو بالشكل ده، هشكله كله بالشكل ده. انا هنا عملت جزء من العجينه زي ما حضراتكم شايفين كده، عملت شكل الورده، شكل الورده الطويله، زيناها بالكريز المكسرات، ده رقم واحد. تاني حاجه انا عملت شويه ساده، ورده عاديه، ورده ملفوفه، حطيت عليها لوز، وطبعا في فرع الشجره ده زي ما انتوا شايفين كده. ممكن تعملوا ببلبله واحده كذا شكل. ده الشكل التاني. في شكل الورده ده احنا عاملينه برضو اهو، شكل شيك وحلو وجميل، وبنفس البلبله، انا ما غيرتش لعبه. وكمان في الشكل ده، الشكل العادي. دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ هندخل اول صينيه معانا الفرن. دلوقتي انا شغلته بقالي فتره، سخن معايا كويس على درجه حراره 180، الفرن الوسطاني. هنحط اول صينيه وهنسيبها تستوي مع بعض. وفي الاثناء دي احنا هنجيب معلقتين كاكاو، هنضيفهم على باقي العجينه الفانيليا اللي موجوده عشان نعمل شويه بالشوكولاته. وبرده فيكم تعملوه بالشكل ده. احنا كده عملناه كلها ببلبله واحده، كل الاشكال اللي انتوا شايفينها دي انا ما غيرتش البلبله والله، كلها ببلبله واحده. فيكم تعملوا الشكل ده. انا عملت الشكل الورده ده وحطيت عليه لوز زي ما انتوا شايفين. في المرحله دي انا رحت جايبه الكاكاو، خلطته ببقيه العجينه الفاضله، عملت شوكولات. بس لسه طبعا هظبط بقيه الصينيه الجايه، هحط في قلبها كلها الشوكولاته اللي معايا وهشكلها وهرجع لكم تاني تشوفوا الشكل النهائي. وانا هنا شكلت شويه بالشوكولاته زي ما انتوا شايفينها كده. عملتها بالشوكليت اهي، ما زينتهاش خالص لان انا بعد التسويه هزينها بشوكليت بشوكليت ابيض. ممكن نحط عليها مكسرات على حسب ما احنا عايزين. هنسويها برضو ونرجع نشوف احنا هنزينها ازاي مع بعض وبافكار ايه. ده كده اول واحد طلع بديفور الفانيليا. تعالوا نشوف كده واحده خفيفه ازاي، الشكل بتاعها لسه محافظه على النقشه بتاعتها، خفيفه خالص، هشه خالص. شايفين من تحت زي فوق ازاي، نفس التسويه.
طبعا انا هسيبها هنا تبرد. في المرحله دي انا بكمل بقيه الصواني اللي معايا. عملت شويه بالشوكولاته، عملت شويه بالفانيليا. طبعا احنا هنعملهم مع بعض. انا دلوقتي هسويهم وابردهم، وهجهز معاكم شوكولاته بيضه وشوكولاته بني، ومعايا جوز هند، في مكسرات اي نوع انتوا عايزينه المتاح عندكم، على قد كل واحد. هنشكل مع بعض ونشوف الوردة دي احنا ممكن نشكلها ازاي. دي طبعا عليها كريز، فاحنا ممكن نديها خطوط شوكليت كده. السادة ممكن مثلا نقفلهم مع بعض، ننزلهم في الشوكولاتة، نطلعهم نحطهم في المكسرات. لسه هنشوف كذا حاجة هنشكلها مع بعض. احنا دلوقتي في مرحلة التسوية، هسوي واخلص وارجع لكم بإذن الله. اثناء بقى ما احنا بنسوي هنبدأ بقى نزين حاجات بسيطة كده مع بعض. طبعا احنا ممكن نزين بالطريقة دي كده سادة، بيفور سادة اهو عشان شكل وردة. هنعمل ايه؟ كل اللي احنا هنعمله هنحط هنا شوية صغننين كده من الشوكليت اهو، وهنروح نازلين عليه بالتانية كده كده. تمام، اهي لزقت معايا. هنا انا شوكولاتة انا مسيحاها اهي، هنزل عليها بيه كده. تمام كده، انا كده عملت نصها. بعد كده هننزل بالمكسرات عليها اهي. تمام، ده كده شكل اهو، ده كده شكل، وهنسيبها هنا ترتاح. خلاص كده. الشكل التاني برضو هنعمل كده، نلزقها كده بس، ونروح نازلين عليها بالتانية. تمام، ما فيهاش اي حاجه اهي. هنروح نازلين عليها بالشوكليت وادي الشكل التاني. هنروح نازلين عليه في جوز الهند كده اهو، بقى واحده نصها مكسرات ونصها جوز هند. طيب اللي مش عايز يعمل كده عادي، تمام، مفيش اي مشكله. انا عايزاها ساده، يعني انا مش بحب يبقى عليها حاجه. طب تمام، مفيش مشكله، ممكن نعملها كده. شايفين؟ وادي شكل تاني. ممكن كمان ناخد من البيضاوي ده ونعمل كده، ونلزق ده مع ده كده، اتنين كده مع بعض، ننزل عليهم بالشوكليت وبعد كده في الفانيليا، قصدي سوري، في جوز الهند اهو اهي. تمام. طبعا كل سنه وانتم طيبين. بدأوا يضربوا صواريخ وبومب كده. كل سنه وانتم طيبين، يا رب يجعل الايام علينا خير وبركه. انا هبدأ ازين مع بعض وارجع لكم تاني. ممكن كمان نرصصهم بالشكل ده في الصينيه بتاعتنا، ونبدأ ننزل عليهم بالشوكليت بتاعنا بالطريقه دي كده كده. شايفين انا بعمل ايه اهو كده؟ تمام، ملناش دعوه بالساده ده اهو كده. اوكي، انا بس حابه اوريكم اهو انا هنا عملت ايه. نزلت عليه بالشوكليت الساده. بعد كده انا عندي هنا
عندي هنا وايت شوكليت برضو هنزل عليها بنفس الشكل. تعالوا ننزل عليها كده بنفس الشكل. بسم الله. نشوف الشكل النهائي هيبقى عامل ازاي. تمام كده. شايفين بقى شكله عامل ازاي؟ بقى شكله جميل جدا. تحس ان انتي شارياه من بره، انتي مش عاملاه في البيت. انا دلوقتي هروح اكمل بقيه الحاجات بتاعتي والتزيين، وهرجع لكم ان شاء الله اوريكم الشكل النهائي. انا هنا طلعت الشوكليت، حبيت اوريه لكم قبل ما ازينه اهو. شايفين الجمال؟ الورده طالعه جميله ازاي، ماسكه نفسها مفرغه خالص. شايفين؟ هنزين بقى ونرجع. انا حبيت بس اوريه لكم قبل ما ازينه. انا كده يعتبر خلصت عليات الكميه اللي معايا. الجزء ده انا شكلته بالشكل اللي انتوا حضراتكم شايفينه. لزقت اتنين مع بعض وغطيتهم بالشوكولاته، شويه حطيتهم في المكسرات، شويه في جوز الهند، شويه حطيته في قلب الشوكليت الابيض، شوكولاته الدارك. يعني افكار كده بسيطه ومش مكلفه خالص. ده بالنسبه للحشو البيتيفور. في كمان اللي مش عايز يلزق اتنين مع بعض، انا هنا شكل الوردة اللي حطيت عليها لوزة، نزلت عليها بالشوكليت عادي، وفي الشكل ده والشكل ده كمان. اللي انا حطيتهم في الاول عليهم الكريز، انا حطيت عليه وايت شوكليت مع دارك شوكليت كده على طول، مشيت عليه كده زي ما حضراتكم شايفينه كده اهو. حضراتكم شايفين معايا؟ شايفين الكمية دي كلها؟ بسم الله ما شاء الله، طلعت من كيلو بيتيفور واحد بس. ولا اكنك عاملاه في المحل، ولا اكنك شارياه. حاجة هترفع راسك جدا. مش مكلفة خالص، بمكونات بسيطة جدا قدرنا نعمل الكمية اللي حضراتكم شايفينها دي. زينا بمكونات اقتصادية جدا في متناول ايد كل حد. اللي مش حابب يحط مكسرات عادي جدا، سادة وشوكليت وعيشي حياتك. اللي بيحبوا سادة تمام، مفيش اي مشكلة. احنا شفنا مع بعض التسوية. البيتيفورة خفيفة خالص، ماسكة نفسها، مش ناعمة خالص ولا بتتكسر معايا اهي، ناعمة وفي نفس الوقت ماسكة نفسها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اللي عجبه الفيديو ما ينسانيش في اللايك، اشتراك القناة، وشير كتير جدا على قد ما تقدروا. كل سنة وانتم طيبين، يعود عليكم الايام بألف خير. بحبكم في الله. باي باي.